بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الاحداث اللي بدات تظهر في الاهلي بعد طبعا خساره الاهلي من باتشوكا، واحنا كنا اتكلمنا في الكلام ده. قلت لكم هيحصل متغيرات كتير في شهر يناير. بيرسي تاو بقاله 3 ايام ما بيحضرش تدريبات النادي الاهلي، وده خلاص يعني العلاقه ما بين الاهلي وبيرسي تاو خلاص بتنتهي. وبس هو دلوقتي الاختلاف ان بيرسي تاو عايز ياخد بقيه عقده المتبقي في النادي الاهلي، والاهلي عايز يفسخ العقد بالتراضي ويديله جزء من مستحقاته، يديله مثلا 200 300 الف دولار، هو ليه حوالي 600 الف دولار. بس يعني بيرسي تاو بقى له 3 ايام ما بيحضرش التدريبات من ساعه ما الاهلي رجع من قطر بعد ماتش باتشوكا، ما بيحضرش التدريبات وبيأهل نفسه خلاص بيرسي تاو ان هو هيرحل في شهر يناير القادم. كمان الاهلي يتمنى ان هو يسوقه، يعني قال له هات عرض عشان امشيك، ولكن بيرسي تاو رافض ان هو يجيب اي عرض، وفي نفس الوقت بيقول لك ان هو عايز ياخد كل مستحقاته المتبقيه في النادي الاهلي. لكن هو بقاله 3 ايام ما بيتمرنش مع النادي الاهلي او غايب عن التدريبات، وده بيبين ان هو خلاص هيرحل في شهر يناير القادم. كمان الاهلي انا قلت لكم برضو بعد ماتش باتشوكا ان ردود الافعال قويه في الاهلي شويه ضد كهربا، والناس زعلانه والجماهير، ويعني احداث كتير داخل النادي الاهلي بخصوص كهربا. الاهلي خلاص يعني خد قرار برحيل كهربا في الفتره القادمه، وفتح العروض اللي عايز يشتري كهربا هيبعت عرض للنادي الاهلي. في كلام كان على زد قبل كده وبدا الكلام يتفتح تاني خلال الفتره الحاليه، وخلاص الاهلي خد قرار برضو بعرض كهربا للبيع خلال الفتره القادمه، عشان برضو يهدي شويه جماهير الاهلي اللي كانت زعلانه جدا الفتره اللي فاتت. اسامه ادريسي اللاعب المغربي لاعب باتشوكا المغربي معروض على النادي الاهلي، معروض على النادي الاهلي، وعقده هيخلص خلاص مع باتشوكا خلال الفتره القادمه. وطبعا مستنيين في النادي الاهلي راي مستر كولر. راي مستر كولر هيقول يعني هيحتاج اسامه ادريسي. اسامه ادريسي طبعا تالق مع نادي باتشوكا في بطوله الانتر كونتيننتال، لعيب كويس قوي، جاب هدف حلو قوي في مباراه بوتافوجو ولعب قدام الاهلي، كان هو اخطر لعيبه باتشوكا، ولكن النادي الاهلي منع خطورته تماما. هو دلوقتي معروض في احد وكلاء اللاعبين عرضه على النادي الاهلي، عشان لو الاهلي عايز جناح اجنبي يقدر يتعاقد معاه خلال الفتره الجايه. فمستنيين راي كولر. كمان كولر رافض موضوع مصطفى العش، يعني رافض تعاقد مع، كان الفتره اللي فاتت برضه الاهلي عايز مدافع، فكان في مصطفى العش وفي محمد اسماعيل مدافعين نادي زد، وفي محمد ربيعه مدافع نادي سموحه. فكولر حتى الان وانا بكلمكم دلوقتي، رغم ان في اتصالات ما بين اداره الاهلي واداره نادي زد، ولكن كولر رافض ضم مصطفى العش ومحمد اسماعيل مدافعين نادي زد. هنشوف بقى هيعمل ايه مع محمد ربيعه مدافع نادي سموحه. طبعا الاهلي ما عندوش ماتشات خالص الفتره القادمه غير يوم الاحد اللي جاي مباراه مع شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا، وبعديها ب4 ايام يوم 25 هيلعب مباراه مع نادي سموحه في بطوله الدوري الممتاز. طبعا في حاله حزن يعني في فريق النادي الاهلي، لكن خلاص الاهلي هيتخطى بقى القصه ويبص للمنافسه في بطوله افريقيا وفي بطوله الدوري المصري خلال الفتره القادمه. النهارده كمان مباراه باتشوكا بالليل مع ريال مدريد. يعني انا بقول لكم ان ريال مدريد هيدي باتشوكا 3-4 كده مستريح النهارده. ماتش هيبقى سهل جدا لريال مدريد، ان فريق باتشوكا كمان يعني ظهر قدام النادي الاهلي بمستوى اقل من المتوسط، فاعتقد هيبقى باتشوكا النهارده ماتش سهل بالنسبه لريال مدريد. نروح بقى للزمالك وجروس، وفي شويه حاجات جديده كده بخصوص جروس يعني من ساعه ما جه نادي الزمالك هو عارف طبعا طبيعه نادي الزمالك قبل كده، وكان شغال مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قبل كده. فجروس طلب من اداره الزمالك ان ما يكونش في حد موجود من مجلس الاداره في التدريبات. قال لهم يعني لو سمحت مش عايز حد من مجلس اداره نادي الزمالك يجي لي التدريبات، انا عايز يعني امنع موضوع حضور اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك التدريبات. ده طلبه جروس من اداره نادي الزمالك، قال لهم مش عايز حد خالص من مجلس الاداره يجي لي التدريبات. ان هو طبعا عارف قبل كده وعانى قبل كده لما كان ماسك قبل كده في فتره 2019، وان كان ناس بتيجي بقى التدريبات وتتكلم مع اللعيبه وهو ما كانش بيبقى موافق ومتضايق، ورئيس النادي الاسبق فطلب من اداره الزمالك قال لهم لو سمحت مش عايز حد يجي لي التدريبات. وكمان في اثناء جلسته مع اداره نادي الزمالك برضو طلب من اداره نادي الزمالك اللي هو مش محتاج مدير كوره، يعني هو قال لك انا بشتغل من غير مدير كوره، وانا عايز بس الجهاز المعاون معايا الاجنبي وامير عزمي مجاهد
خلال الفتره القادمه، ومش محتاج مدير كوره. طبعا دي عامله مشكله شويه بالنسبه لاداره نادي الزمالك، ان في بعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك متمسكين بمنصب مدير الكوره، متمسكين بمنصب او متمسكين بالكابتن عبد الواحد السيد. فهنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. لكن برضو جروس زي ما قلت لكم طلب من اداره الزمالك عدم وجود مدير للكوره في الفتره القادمه. كمان جروس سأل على يوسف اوباما، قال لهم هو اوباما فين؟ فقالوا له ان هو خلاص انتقل الى نادي بيراميدز. زعل جدا، ان هو كان من المدربين اللي بيحبوا اوباما قوي، يعني كان مقتنع باوباما جدا وبيحبه جدا وبيشاركه دايما بصفه اساسيه مع نادي الزمالك. فلما سأل على اوباما وقال لهم هو اوباما فين، انا يعني مش شايفه، فقالوا له اداره الزمالك والجهاز المعاون قال له ان اوباما انتقل الى نادي بيراميدز، ان الزمالك يعني ما جددش عقده وانتقل الى نادي بيراميدز. فزعل قوي لما عرف ان يوسف اوباما مش موجود. طبعا الفتره الحاليه يعني في شويه مشاكل داخل مجلس اداره نادي الزمالك، ولكن اداره نادي الزمالك دلوقتي اهمها الاول ان هي تحضر مقدم التعاقد بتاع زيزو، ان خلال خلاص يومين بعد ماتش الزمالك عنده سيراميكا يوم الخميس اللي هو بكره يعني. فاداره نادي الزمالك مركزه جدا في الفتره الحاليه اللي هي تجدد عقد زيزو وتدي له مقدم التعاقد عشان تقفل الملف ده، خصوصا الملف ده يعني صداع في دماغ اداره نادي الزمالك بعد كمان رحيل جوميز، فمش عايزين يخسروا زيزو. فكل التركيز خلال اليومين اللي جايين ان يتم ان هم يحضروا او تحضير مقدم التعاقد بتاع زيزو اللي عقده السنه دي هيكون حوالي 100 مليون جنيه. العقد الموسم القادم 100 مليون جنيه، زي ما قلت لكم الزمالك هيتحمل 40 مليون، وهتبقى في حمله اعلانيه ب 30 مليون جنيه. وايضا استاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق والرجل الزملكاوي طبعا اعمال الزملكاوي هيتحمل 30 مليون جنيه خلال الفتره القادمه. طبعا زيزو في موضوع بقى عدم يعني حصوله على جائزه افضل لاعب داخل قاره افريقيا، طبعا ظلم كبير. خلي بالكم ان هم يدوا رونين ويليامز حارس جنوب افريقيا وحارس سان داونز احسن حارس في افريقيا واحسن لاعب داخل قاره افريقيا، طبعا ظلم كبير لزيزو ولحسين الشحات. ان احنا لو شفنا انجازات زيزو انجازات حسين الشحات هتلاقيها افضل من رونين ويليامز. رونين ويليامز حارس جنوب افريقيا وحارس سان داونز، كسب مع جنوب افريقيا منتخب جنوب افريقيا المركز الثالث في بطوله افريقيا وخد دوري السوبر الافريقي. حسين الشحات واخد دوري ابطال افريقيا مع الاهلي وهو هداف البطوله ب5 اهداف. زيزو واخد الكونفدراليه وبرضه ليه اسهامات كتير واهداف كتير في الكونفدراليه، وكمان واخد السوبر الافريقي مع نادي الزمالك. فكان في ظلم كبير لنادي الزمالك. واضح كمان ان في تعمد لابعاد شمال افريقيا او المصريين عن الجوائز، خصوصا كمان ان تم استبعاد محمد صلاح من ضمن افضل 10 لعيبه في افريقيا، ودي حاجه يعني غير طبيعيه وحاجه غريبه جدا. كمان استبعاد اشرف حكيمي، وحتى كان يعني في المغرب اثناء الحفله احتجاج الوفد المغربي وخرجوا يعني من الحفله، ما رضوش يكملوها بعد ما عرفوا ان الجوائز يعني اشرف حكيمي مش هيكون من ضمن افضل اللاعبين في قاره افريقيا. ان شاء الله نتمنى التوفيق الفتره اللي جايه، وبشكركم شكرا جزيلا.